ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد التشكيله من المعجنات. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالهم النهائي. درتهم بواحد العجينه هشه. نتمنى انكم تجربوها ان شاء الله وغادي تعجبكم بزاف. كيف ما كتشوفوا كيجيو رطبين، يجيو خفاف وكتجي محمره. عملت فيهم 3 ديال الاشكال كيف ما كتشوفوا. تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. كنحتاجوا لهاد المعجنات او هاد التشكيله من الفطائر. كنحتاجوا لهاد العجينه اللي سبق ليا وحضرتها معكم. غادي تاخذوا الرابط ديالها تحت الفيديو. كنحتاجوا الفرماج، كنحتاجوا الثوم، كنحتاجوا الزيتون كحله، كنحتاجوا فلفله حلوه مقطع بهذا الشكل. كنحتاجوا لهاد الحشوه. خديت خيزو حكيتو قشرته بعدا وحكيتو بالحكاكه الغليظه وضفت ليه واحد الفلفله حلوه مقطعه صغير ومعلقه كبيره ديال لاصوص ديال المطيشه وشويه ديال الزيت ونص كاس ديال الماء والملحه والبزار ومعلقه ديال السكر. صافي وخليتهم فوق العافيه حتى طاب لينا ولات لينا بهذا الشكل. كناخذوا لاصوص ديال المطيشه حتى هي خديت تقريبا معلقه كبيره ولا 2 معالق كبار وضفت لهم شويه ديال الماء ومعلقه ديال السكر وشويه ديال الزيت والبزار والملحه. وللدهن كنحتاجوا بيضه مع شويه ديال الخل. كناخذوا هذه العجينه كنقسموها على 3. الشكل الاولى غادي نديرو فيه ميني بيتزات يكونوا صغار. كيف ما كتشوفوا ملي كورناهم كنحاولوا نسرحوهم نبسطوهم بهذا الشكل على شكل دائري. الطاوه دهنتها بالزيت. دابا كناخذوا شويه ديال لاصوص بهذه الطريقه. شوفوا ملي درنا لهم لاصوص كنديروا شويه ديال الثوم كنديروا الفلفله شويه الفلفله بهذه الطريقه. كنحكوا عليه شويه ديال الزعتر بهذا الشكل. كنحكوه بين يدينا هكا كنرشوه بهذه الطريقه صافي كندخلوهم الفران. دابا ندوزو للشكل الثاني. كنديروه على حسب نديرو لي شوصون. كما كتشوفوا ملي ورقتو بهذا الشكل. دابا كنقطعوه بالقطعه الحجم اللي بغيتي، يعني بغيتيه صغير بغيتيه كبير. كنخلطوها مع هذا الثوم كتشوفوا. نحاولوا نرققوها مزيان. بعد كناخذوا الحشوه كنديروها بهذا الشكل ونسدوها بهذه الطريقه. نحاولوا نضفروها بهذه الطريقه.
كناخدو فرشيط كنديروها في الدقيق كنبركو عليها بهذا الشكل. كيجيو بهذا الشكل. كتشوفوا كناخدو بيضه درت ليها الخل وكندهنوهم بالطريقه صافي. كندخلوهم للفران. كناخدو شويه د الشنجلان كنرشوهم بهذه الطريقه او بالسانوج الحبه السوداء صافي. كندخلوهم للفران. كندوزو للشكل الثالث كنديروهم على شكل كور بهذا الشكل. كندهنوهم بالزيت كذلك. كناخدو الجرار كنحاولو نقطعوه هكا كناخدو شويه ديال لاصوص كناخدو هاد الحشوه كنحاولو نسدو عليها من بعد كنديرو كنحاولو نعطيو لها هاد الشكل صافي. وكنديروهم في الطاوة وكندهنوهم بالبيض صافي وندخلوهم للفران. كيف ما كتشوفوا هما الاشكال ديال المعجنات اللي حضرنا. كيف ما كتشوفوا هما ولاو بهذا الشكل. لي شوصون ولاو بهذه الطريقه ولاو محمرين. كذلك البيتزا كيف ما كتشوفوا كتجي محمره. ما خصناش نكثروا ليهم الطياب. كذلك هذا الشكل الاخر حتى هو كيف ما كتشوفوا كيجيو رطبين. كنتمنى يعجبوكم هاد الاشكال تجربوهم. ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي وديروا جيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.